80% او اكتر من 80% من سوق السمنه ستات. بتتعامل ازاي؟ خلينا نقول حاله من الحالات جايه بتتكلم زي ما بيقولوا كده بعاطفه، الموضوع بالنسبه لها نفسيا مضر. هتبدا تتعامل ازاي انت مع الحاله اللي زي كده؟ احنا بنهتم جدا، او انا بهتم جدا بالشق الايموشنال لكل عيان. طبعا ده اكتر في السيدات لان هم بطبيعتهم ايموشنال اكتر، لكن موجود برضو عند بعض الرجال. طبعا الستات فيهم مميزات كتير جدا مع العمليات بتاعتنا. هم بيبقوا تارجتنج جدا ان هم يبقوا وزنهم كويس، بيحاولوا جدا ان هم يحافظوا على الوزن دوت، عايزين يبقى شكلهم كويس، مش عايزين امراض. معظم السيدات كمان عندهم مسؤوليات كتيره اذا كانت بتشتغل مع اولادها حتى شغلها، فبيبقوا مهتمين اكتر. يعني انا بحس ان هم اوبينج اكتر وبيعملوا فولو اب اكتر. بالعكس احنا بنستغل الجزء العاطفي دوت او الجزء الايموشنال دوت ان احنا نخليهم يتجاوبوا معانا اكتر، يتابعوا الدنيا معانا اكتر، نوصل معاهم لمعدلات نجاح عاليه. بتواجهنا طبعا في النص بعض الحاجات، ان انا ما نزلتش الشهر دوت الجزء الكيلوات اللي انا عايزاها، انا الشهر دوت ما سمعتش الكلام شويه. بناخد بالنا من الكلام ده كله، بندي سبورت للعيان بتاعنا في القصه دي عشان نقدر نكمل معاه رحله العلاج ونزول الوزن.